ايوه ما تستغربش، ايوه فيديو توب 10 جديد. النهارده هنتكلم عن توب 10 منهى ومنهوى عن الابوكاليبس. بس ايه هو الابوكاليبس ده اصلا؟ بص يا معلم، الابوكاليبس هو تصنيف بيستخدم في اي حاجه، اذا كان افلام او مسلسلات او انمي او مانجا او حتى منهوى، ومعناها الحرفي كده هو نهايه العالم، اذا كانت نهايه طبيعيه او نهايه بفعل فاعل، واللي هو العنصر البشري طبعا، اكيد يعني مفيش فعل فاعل غيره هيعمل نهايه. وفي عالم المنهوات تحديدا فده موجود بغباء. لو منهوى في عوالم خياليه فبيبقى بسبب السحر او التنانين الحاجات دي، ولو العالم الطبيعي بتاعنا فبتبقى بشكل كبير قوي زومبي او بوابات. والنهارده هقول لك توب 10 منهى ومنهوى عن نهايه العالم، بس كالعاده الترشيحات دي والترتيب ده بناء على الحاجات اللي انا شفتها. فلو في اي عمل ابوكاليبس انا ما قلتوش في الفيديو ده وانت شايفه يستحق انه يبقى موجود، فبنسبه كبيره قوي انا ما شفتوش، واكتبوا لي تحت في الكومنتات عشان ابقى اشوفه. تمام يا معلم، يلا بينا نبدا. في المركز العاشر معانا باك تو رول اجين، واللي بتبدا معانا بيانج فان اللي كان بيتهاجم من زومبي مستوى 8 هو واخته كيويوتشي. المهم يانج فان بيقع والزومبي كان هيهجم عليه، بس بتيجي اخته وتاخد الضربه مكانه، وفي الاخر بيقدر انه يهرب ويرجع للمقر، وهناك اول ما يدخل يلاقي حبيبته بتخونه مع مدير المقر. بدايه زي الفل، هي دي البدايات اللي انا احبذها جدا. البطل يكرف ويقول لها مش مهم اللي بتعمله، تولع بالجهاز هي وعاشقها، انا عايز اعالج اختي، هات لي العلاج وخد خاتم العيله. بس المدير بيقرر انه يقتله، وهنا البطل يبلع الخاتم بتاع العيله وفجاه يحصل انفجار، وبعدها البطل يلاقي نفسه رجع قبل 3 ساعات من تفشي الزومبي. دي القصة بشكل عام. ماذا عنها بقى؟ بص، هي حلوة وجميلة واحداثها سريعة وممتعة، بس الرسم مش احلى حاجة، والقصة نفسها حلوة بس بناءها وحش ومليان اخرام بطريقة غريبة، والشخصيات نفسها مفيش ذكاء. بص، لو في حد طلب مني ترشيح منهوى لشخصيات بتتغابى ومفيش تطور، فدي اللي انا هقولها له. لو في شابتر استخدموا فيه ذكائهم فهيبقى هيعمل مشاكل، غير ان وجود شخصيات حوالين البطل الغرض منها حاجة واحدة بس، انهم يعملوا له مشاكل برضه. وفعليا يعني البطل محاط بشويه بنات عباره عن نسخه المنهوى من ساكورا. بص فاكرين كرتون انا واخواتي اللي كان بيتعرض على سبيستون؟ دي نسخه المنهوى بتاعه بس في نهايه العالم. تمام يا معلم، نروح بعد كده للمركز التاسع، واللي هيروح ليه ذا لاست هيومن، واللي بتتكلم عن تسو تايشين، اخر بشري عايش سنه 2028 بعد انتشار الفيروس سنه 2018. المعلم كان قاعد بيسترجع ذكرياته وقصاده جيش من الزومبي، وفي الاخر بيموت، وكالعاده يعني بيصحى يلاقي نفسه في المدرسه قبل العدوى، وبعدها بنكتشف ان سبب العدوى هو فيروس جاي من الفضاء حول نسبه 70% من البشر لزومبي. هنا بياخد صاحبه وبيروحوا يقعدوا في مكان قديم في حاجات ممكن يستخدموها للدفاع عن نفسهم، بس وهم قاعدين هناك بتنزل النيازك اللي دمرت المدن ونشرت الفيروس، وبتبدا القصه من هنا. بص يا معلم، هي حلوه جدا لو عايز حاجه طويله تقراها، وعامله ميكس كده بين كذا تاج مختلف، بس فيها كام حاجه. اول حاجه هي تمطيط كتير قوي، وتاني حاجه القصه كليشيه، حرفيا كليشيه، انت متوقع نقط اساسيه تحصل وهتحصل. وتالت حاجه بقى وهي الرسم الصراحه هو في بدايه اول كام شابتر كان حلو ومقبول، بس في اواخر الشباتر هو باص خالص حرفيا. نروح بقى لتطور الشخصيات. في الاول التطور ملحوظ، الغبي اللي ملوش لازمه بيبقى كويس وذكي، والذكي بيزداد ذكاء وحاجه تمام قوي. بس بعد ارك اسمه شجره العالم، يعني نقدر نقول كده ان دي اخر كل حاجه حلوه في القصه للاسف. يعني كل التطورات اللي فوق دي انسوها، كله هينحدر، الكل مش هيبقوا اغبياء بس، لا هيبقوا اغبياء وملهوش لازمه. والبطل برضو مش استثناء، لا هو وقف معاهم برضو، هو ما انحدرش بس فضل ثابت. تحس كده ان الكاتب فقد الشغف وما بقاش يهتم باي حاجه من بعد الارك ده، وسايبها حرفيا تخرب، وده اللي خلاها بالنسبه لي في المركز ده. نروح بقى بعد كده للمركز الثامن، اللي هيروح لريتيرن سرفايفل، اللي بتبدا مع يوهان اللي زومبي عضه في رقبته وكان على وشك الموت، بس قام يحارب كل الزومبيز اللي في وشه ومات. صحي لقى نفسه فين؟ مظبوط
قبل ما الفيروس ينتشر ب8 شهور. واحب اقول لك بقى ان ده البرنس الوحيد اللي لعبها صح، الحق يتقال يعني. عمل اللي ما يتعملش يا معلم، خد قروض من بنوك كتير بفوائد 40%، واشترى بيت جديد مبني انه يكون حصن، وبدا يتدرب ويشتري اسلحه ويشتري اكل معلب. ودي كانت حياته لغايه 4 شهور من انتشار الفيروس. في يوم البطل راح يشتري سيف وياكل رامن، ويلاقي وهو بياكل زومبي بيعض ست من رقبتها، فبياخد السيف وينزل بيه على دماغه. وبعدها بيتفاجأ ان ناس كتير اتحولت لزومبي وبتهجم عليه، وان الموضوع خلاص بدأ ينتشر. وبص يا معلم، دي مانجا شونين، حرفيا مانجا شونين. عيوب المانجات الشونين فيها، والحاجات الحلوه بتاعت المانجات الشونين فيها برضه، وما فيش تطور شخصيات قوي، او بمعنى اصح مش ملحوظ، كله ثابت على حاله فعليا شونين يعني. والرسم مش احسن حاجه الصراحه. في نقطه مهمه ما ينفعش ان انا انساها، هما بيبكسلوا الزومبيز علشان الدم وكده، وبالنسبه لبعض الناس اللي هم انا يعني دي بوظت متعتي في القرايه. والمركز السابع هيروح لزالون نيكرومانسر، اللي بتبدا مع سونج وو. كان ناقص له بس جين في النص، يا لهوي كان هيبقى وفر عليا تعب منهوتين في منهوه واحده. المهم يعني سونج وو كان بيعاني علشان يروح الجامعه، فقرر انه يدخل الجيش وبعدها يكمل تعليمه. وهناك قابل واحد صاحبه اسمه هانهو، وهم بيتكلموا هانهو بيلاحظ حاجه غريبه في السماء، مكتوب 99%. المهم يعني البطل وهو في وقت ما في المحاضره بتاعته بينام، وبيلاقي طلعاله سكرين بتقول له ايه افضل شغلانه للبقاء على الحياه في نهايه العالم. والبطل ما بيعرفش يعمل ايه، فبيختار اكتر واحده عليها نجوم وتطلع مستحضر الارواح. مش قلت لك كان وفر عليا منهوتين لو حط جيم في النص بس. وبعدها اول ما بيطلع بيلاقي ان في جوبلينز بيهجم عليهم في الجامعه، ودي بدايه القصه. ماذا عنها بقى؟ بص يا معلم، الرسم جامد فشخ، والقصة حلوة ولكن طفولية شوية. الأحداث متتالية بشكل يخليك ما تاخدش بالك من عيوب، وهوضح النقطة دي قدام. البداية كانت حلوة جدا وما كنتش حاسس بأي عيب فيها، لغاية ما استوقفني موقف حصل وقلت هو ايه ده بالظبط، فقررت ان اعمل لها روتش تاني. ولاحظت حاجة جامدة جدا خلتني اقول للكاتب بتاعها شابوه انه عرف يداري العيوب دي كلها. ايه هي بقى يا معلم العيوب؟ مفيش تطور شخصيات، الشخصيات زي ما شفتها اول مرة زي ما هتشوفها في اخر شابتر. والعيب ده بعد ما لاحظته عمل لي ايرور كده في دماغي، اللي هو انا ازاي ما لاحظتش دي. وتاني حاجة بقى، لو انت بتحب الانميات الميد اللي البطل اوفر باور وكل الناس اللي موجودة اعدائه وبيحقدوا عليه من غير اي سبب، فدي بتاعتك. بحاول انوع لك في الاختيارات يعني على قد ما اقدر. والمركز السادس معانا، وده للاسف يعني مع اني كنت حابب ان انا احطها في مركز اعلى من كده بكتير، بس يعني ما قدرتش احطها اكتر من هنا. فالمركز السادس هيروح لماي دوتر از زومبي، ودي مختلفة عن كل اللي اتكلمنا عنهم. دي بتبدأ ما بعد نهاية العالم، مش في نهاية العالم نفسها. بتبدأ معانا بعد مرور سنة من هجوم الزومبي، وانهم لقيوا لقاح بس انتاجه قليل فقتلوا كل الزومبي. وبعدها بنروح لأب داخل بيته وبنلاقي ان بنته زومبي، وبنته دي اخر زومبي موجود في العالم. انا مش عايز احكي كتير فيها لان لو حكيت هتدمر تجربتك فعليا. اظن بعد الشرح ده انت فهمت القصة هتمشي ازاي. وبص يا معلم، البتاع دي واقعية فشخ، الشخصيات فعلا بتتصرف بواقعية. الكاتب عامل توافق حلوة قوي بين الكوميديا والضحك والدراما، يخليك وانت بتقراها تتعلق بالشخصيات. والكاتب عارف فعلا يخلي الشخصيات تتطور، او بمعنى اصح تتألق في حتتها. انا كنت مستعد احطها في توب 5 فعليا، انا ظالمها في المكان ده. البتاع دي فعليا عملت لي تروما علشان انا ما كنتش عايز الواقعية دي. انا كنت جاي اهلس حرفيا في التصنيف ده، انما دي جادة شويتين 3. بس الحق يقال يعني حب للهلس خلاني احطها في المركز ده، لان اللي جاي بعد كده حاجات تتناسب مع ذوقي في الهلس اكتر بكتير. عشان كده هنروح للمركز الخامس. والمركز الخامس معانا هيروح لبارالايل سيتي. وللي ما يعرفش يعني فدي اتكلمنا عنها في قناة التانية المرحومة المغفور لها مانجا عويسي. صح، ايه رايكم ننقل السلسله دي في مانجا عويسي او يبقى تبع محتواها اصلا؟ بيقولوا لي رايكم في الموضوع ده. المهم يعني القصه باختصار بتتكلم عن مدينه بيبدا يظهر فيها نسخ من اشخاص موجودين في المدينه، وهدف النسخ دول انهم يقتلوا الشخصيات اللي شبههم. ومش عايز احرق لك اكتر من كده، احسن لك تروح تاخد التجربه كامله بنفسك، او ممكن تروح تشوف الملخص اللي انا عملته ليها لحد معين من القصه وبعد كده كمل انت. بس ليه هي في المركز ده، وايه هي الايجابيات وايه هي العيوب؟ فمبدئيا كده خلينا نبدا بالايجابيات. الرسم حلو، القصه فريده من نوعها، والاحداث حلوه، بس انا عندي معاها مشاكل. المشكله دي لها علاقه بالاحداث بتاعتها. انا ما بحبش المنهوه اللي تفضل مقعدانا على
عصابي كده طول الوقت. الكاتب فعليا ما عندوش سيستم ازاي يدي بريك للقراء. الموضوع عامل فعليا زي كانك بتلعب العاب سولز وانت جيمر عادي، مفيش اوقات راحه ولا بالراحه، حتى مش هتلاقي لحظات احتفاليه ولا لحظات سعيده، كله ضرب ضرب ضرب. في ناس تحب النوع ده وممكن تحطه توب 1 كمان، بس بالنسبه لي محتاج اوقات ان افسي دماغي من الاحداث الكتير قوي، وده للاسف مش متوفر هنا. والمركز الرابع معانا هيروح لدوم بريكر، واللي بتبدا معانا بزيفر او زي ما بحب اسميه الزفر، اخر بشري عايش على كوكب الارض مع الشياطين، وكان على وشك انه يموت قدام ملك الشياطين تارتاروس. وتارتاروس قال له انه ما قابلش حد قبل كده عارف انه هينهزم منه، وفضل يحاربه وعرض عليه انه يبقى جنبه ويسافروا العوالم التانية ويدمروها مع بعض. هنا الزفر قال له انا موافق وسلم عليه، وراح مديله واحده تعويذه تدميريه وانتحر بعدها، وخد ايد تارتاروس معاه. صحي لقى نفسه في ارض تانية بيتكلموا ملاك اسمها مرسيدس. ما تستغربش، الملائكه هناك اسمهم مرسيدس وبي ام دبليو، والليله دي هو مسميهم كده. المهم يعني استغفر الله العظيم يا رب. مرسيدس كانت بتنقله كلام الكائنات وبتقول له انها تنقله للماضي بذكرياته علشان يغير العالم. فالزفر سالها على المقابل، فقالت له ان الكائنات بتقول لك فاجئني، او الكائنات قالت له بالحرف كده فرجنا على حاجه مثيره للاهتمام اكتر من اللي انت عملته في تارتاروس، وان انت قعدت 5 سنين لوحدك عمال تحارب في مساعدين تارتاروس، وكمان اللي انت عملته فيه في الاخر، وقد ايه كان صعب على الكائنات انها تشوفك بتموت كده في الاخر، وعشان كده الحرب دي كلها تستحق يتعمل لها ريواتش تاني. وهنا الزفر يبدا يتعصب ويقول لهم طب والجماعه اللي ماتوا؟ فمرسيدس قالت له الكائنات ما بتهتمش غير اللي بيثبت قيمته، هتثبت قيمتك الكائنات هتكافئك. المهم يعني الزفر بيوافق وبيقرر انه هيفشخ الكل اللي دمر العالم بتاعه بالكائنات بالشياطين بمرسيدس ببي ام دبليو بفيرنا باي حاجه هتقف قصاده. ودي القصه بشكل عام، والمنهوه دي من افجر المنهوات اللي انا قريتها ككل. رسم جامد جدا، قصة جامدة، شخصيات جامدة، وتطور شخصيات محترم، وأحداث سريعة ومتتالية ومنطقية، وفي أوقات كتير بتبقى أحداث مش متوقعة كمان. وغير كده دي من المنهوات القليلة جدا الأبوكاليبس فيها عالم تاني غير الأرض. عيبها معايا بس حاجة واحدة، هي إن الكاتب تحسه نسي شوية إن في نهاية عالم هتحصل ومشاها انتقامية شوية. وهنا بقى نروح للتوب 3، والمركز الثالث هيروح لسويت هوم، واللي ابتدأ معانا بهيون تشا، اللي ابوه وامه واخته الصغيره ماتوا في حادثه، وفي الجنازه عيلته كلها كانت هناك. فهو يقوم داخل رامي الورق اللي بيثبت حسابات ابوه اللي في البنك على الارض، ويقول لهم 20,000 دولار هقدر اعيش بيهم ازاي، ويبدا يزعق. فعيلته تطرده بره الجنازه وياخد بعضه ويبيع البيت ويشتري مكان تاني ارخص، وبعدها يبدا يعزل هناك ويقعد يفتكر كل اللي حصل له، ويقول لهم انا عايش ليه، ويعلم على تاريخ 25 وانه اليوم اللي هينتحر فيه. وانا مضطر اقف هنا، حته مش حماسيه انا عارف، بس دي بالذات لو عايز تعرف ليه هنا روح لها بنفسك، ومش محتاج ان اديلك جماليات في سويت هوم. بص لو انت ضامني روح شوفها على ضمانتي. عشان نروح بعد كده للمركز الثاني، واللي هيروح للعظيمه جدا ليفايسن، واللي بتحكي عن كوكب الارض بعد الاحتباس الحراري. العالم كله غرق، والحضاره البشريه غرقت، والبشر بقوا على وشك الانقراض، والكائن المسيطر على كوكب الارض بقى الاسماك. وبعديها تعدي سنين والاسماك دي نفسها تبدا هي كمان تتطور. وهنا بيظهر بوتا بطل المنهوة، وهو في الميه تحت مع ابوه بيدوروا على اي حاجه تساعدهم في الاثار اللي هي يعني الحضاره البشريه قديما. وبعد ما بيخلصوا بيطلعوا فوق للميه للمركب بتاعتهم، وبيكون عليها اخته الصغيره ليتا، ومفيش يابسه حواليهم تماما. وبدا كل واحد فيهم يشوف شغله. الاب بيصلح السفينه، بوتا بيعمل الاكل، وليتا بتنشر الغسيل لغايه ما الدنيا تليل. وهنا يبداوا كلهم ينزلوا جوه السفينه ويستخبوا، ويظهر صوت مرعب وتبدا السفينه تتقص. وهنا انا هوقفك ونتكلم شويه عنها. القصه جديده من نوعها، فكره اوريجينال، وتطور الاحداث بالنسبه لي حرفيا مبهر ومنطقي وحماسي لدرجه مرعبه. وبص اي نعم هي صعبه عليا قوي يعني ان اقولها، وخصوصا يعني ان مش محبينه قوي، بس لو انت عايز حاجه قريبه لاتاك اون تايتن فليفايسن هي اقرب شيء موجود لاتاك فعليا. عمرك ما هتلاقي حاجه قريبه جدا لاتاك زي ليفايسن.
وعلى المستوى الشخصي الصراحه انا بحبها جدا، فعشان كده حطيتها في المركز الثاني. بس حابب اقول لك كده قبل ما تخش عليها ان النهايه بتاعتها اتكروتت، وده للاسف يعني النهايه متكروته بشكل واضح قوي. هي جات لها فتره كده وتوقفت وبعد كده رجعت تاني بالنهايه، والحقيقه ما دورتش على السبب يعني، بس غالبا ممكن يكون المؤلف الرسام حد فيهم تعب يعني وقرروا ان هم يختموها بالشكل ده. بس عموما يعني تبقى عارف ان النهايه بتاعتها متكروته. وبالنسبه للاشخاص اللي قروا لفايسن ومستغربين هي ازاي دي مش الاول، لان المركز الاول هي منهوى مش عاديه، منهوى اقل كلمه تتقال عليها اسطوريه، والمنهوى الوحيده اللي قابلتها واخده تقييم 97%. هتقول لي حوارات التقييمات دي عادي يعني، عادي في حاجات ملهاش لازمه بتاخد تقييمات عاليه. انت صح تمام قوي، بس تعال اقول لك ان الروايه بتاعتها اعلى من روايه سولو ليفلينج بفرق كبير قوي في المبيعات والتقييمات، واظن يعني انت استشفيت ايه هي. فالمركز الاول معانا هيروح القارئ العالم بكل شيء، او وجهة نظر القارئ العليم، اللي بتبدأ معانا مع كيم دوججا، او المسمى اللي انا بحب اسميه له وهو حوكشة، فاحنا هنستمر بحوكشة. المهم كان خريج جامعة درجة ثالثة وبيشتغل في شركة كبيرة، وهوايته قراية الروايات، وكان بيقرأ الفصل الأخير من رواية اسمها 3 طرق للنجاة من عالم محطم، والرواية دي ما شاء الله عليها يعني من أعلى الروايات مبيعا، لدرجة إن مفيش غيره هو بس حرفيا اللي بيقراها. ولما يخلص الفصل الأخير من الرواية تيجيله رسالة من كاتب الرواية نفسه، بيشكره انه قرأ روايته للآخر، وان الرواية كسبت المنافسة، وانه عايز يبعت له هدية الساعة 7 بالليل، وان الهدية دي هتغير العالم. هنا البطل بيقرر انه يقرأ اخر شابتر تاني، ويلاقي ان الرواية اتمسحت والمترو وقف على الساعة 7 بالليل بالظبط، ويظهر عفريت او مخلوق موجود في الرواية اللي كان بيقراها. وهنا بيبتدي يفهم ان عالم الرواية بيتحقق في العالم بتاعه دلوقتي، وبيظهر قدامه سيستم انه لازم يقتل واحد علشان يعيش، ولو ما قتلهوش هيموت. ومش عارف اقول لك ايه ولا ايه عن المنهوى دي. تطور شخصيات موجود، كتابة حلوة موجود، احداث مترابطة موجود، رسم اكيد يعني ريدايس ستوديو ما بيجلوش في الحتة دي، والفايتس ما انا بقول لك يا اسطى ريدايس ستوديو هم افجر ناس يرسموا ويعملوا فايتس بشكل عام. وبس اظن مش محتاج اتكلم عنها كتير قوي يعني اكتر من كده عشان ما ازودش في مدة الفيديو على الفاضي، وانا عارف اوريدي ان هي مشهورة بشكل كبير جدا يعني. فلو وصلت لحد هنا فانت راجل محترم جدا يعني، ان انت مستمر مع الترشيحات اللي مالهاش لازمه اللي انا بقولها دي، او ممكن تبقى ليها لازمه يعني، الله اعلم مين اللي هيستفاد بيها. اولا طبعا كل سنه وانتم طيبين، عيد سعيد علينا وعليكم، وكالعاده لو عجبك الفيديو ما تنساش تحط لايك عشان تساعد الفيديو ده يوصل ناس اكتر، تنزل تحت في الكومنت تحط كومنت تقول رايك في الفيديو لاول مره تشوفنا، تشترك في القناه فاز عشان توصلك فيديوهات جديده اول باول. وبس اشوفك الفيديو الجاي، سلام.